ما دام انا موجود وما لا قلت لك اعرف اخسر مكاني الحارس الاول بالعراق، ومن واجبنا ندعمه حتى يروح عنده مهمه وطنيه. ان شاء الله راح يكون الحارس الاساسي بالمونديال، يجتهد والولد ما مقصر وعنده نفسيه قل ما تلقاها عند الحراس، يلعب ما يلعب ما تشوفه هو جلال. وقلت لك انا هسه وهو يعرف احنا مسوين جدول، خاف للبعض عبالهم انه ضغطوا وجلال، احنا ما نمشي. انا عامر عبد الوهاب اعيد لك اياها، ما امشي بالضغط. جلال حسن بالنسبه لي انا يبقى الحارس الاول بالعراق، وابقى داعم لاخر يوم بعمري. ما دام انا موجود الرجل هذا يستحق اخلاق ومستوى، وتبقى هو ان شاء الله ان شاء الله كاس العالم راح يبيض وجه، والمباريات اللي احنا نحتاج يكون موجودين يعني. وان شاء الله جلال حسن من الناس اللي عنده بصمه بنادي الزوراء، صار له سنين بالنادي ما قصر باي شيء، وبالمنتخب ما يصير احنا بين يوم وليله نمحي هذا التاريخ كله. فان شاء الله كل احنا نتكاتف. ورسالتي اصلا ايضا جمهور الزوراء، انا اعرف جمهور محب، وممكن العصبيه مرات الزايده احرصهم على الفريق، هو يعرف جلال يعني يقدر هذا الشيء، بس لا يكون انتقادنا بتجريح، يكون انتقاد بناء. هذا حارسكم، حافظوا عليه، منا ان شاء الله نهايه الموسم يروح الكاس العالم والكل حاجه، الكل داعمين له. وعلى فكره حتى ماديا يكون ناس يجوز ما تعرف، ماديا من واجبنا جاي يلعب يفيد النادي، يعني لو لعب كاس العالم اكو عوائد تجي للنادي.